وسط موجة أغاني إعلانات رمضان بلبن قرر يفاجئنا ويطلع بره المحيط الأحمر ده ويدخل المحيط الأزرق. بصوا، خلينا متفقين إن الناس ما بتحبش الإعلانات أو ما بتحبش الإعلانات العادية التقليدية، لكن بتحب تضحك وتستمتع، وده اللي كان واضح جدا في الإعلان. أنا بابايا يا جماعة أول مرة، يعني عمره ما سمع إعلانات، وكان أول مرة يسمع إعلان واتفرج عليه للآخر وسألني عليهم، وأظن هما ده اللي عايزين يوصلوا له، يعني إن الناس كلها تعرفه. استخدام اسلوب السخرية والاعتذار الغير تقليدي ده كان خطوة جريئة منهم، لانه بيخلق جدل وكلام واسع عن العلامة التجارية. بدل ما يتجنبوا الازمة قرروا يواجهوها بس باسلوب ساخر، وده بيخلي الجمهور يتكلم عنهم اكتر. انت كبراند لما تتعرض للانتقادات ما تخافش من المخاطرة، لان انت ممكن تستخدم الانتقادات دي لصالحك وتحولها لأداة تسويقية قوية. إفادة من الجدل والتفاعل مع الجمهور. طبعا هم ردوا على التعليقات والانتقادات بطريقة مباشرة، وده بيخلي الجمهور يحس ان رأيه مسموع، فبيعزز التواصل بين الجمهور والعلامة التجارية. بقى ننقل الاعلان ده على السوشيال ميديا ونعمل سوشيال ميديا باز، وده اللي حصل فعلا. الاعلان عمل باز واسع جدا على السوشيال ميديا، وده زود الانتشار. نيجي بقى لاختيار الشخصية اللي تقوم بالإعلان. احنا لازم ناخد الشابو من يوسف الشريف ونديها للي اختار أكرم حسني في الإعلان. يا جماعة، أكرم حسني معروف إن عنده القدرة على تقديم السخرية بشكل مقبول، ده اللي جذب الكل إنه يتفرج على الإعلان. مفاجأة والتحول اللي حصل في آخر الإعلان. البداية كانت متوقعة إن هي اعتذار رسمي حقيقي، لكن قلبت بأسلوب فكاهي وغير متوقع. هنا كماركتينج كانوا بيستهدفوا مشاعر الجمهور سواء بالضحك او الاستفزاز، لان ده بيخلق انجيجمنت عالي، وده اللي حصل فعلا. دي بقى لنقطة مهمة ناس كتير جدا ما خدتش بالها منها، وهي توقيت ظهور الاعلان. ظهور الكامبين في رمضان وقت ما المشاهدة بتكون عالية سواء على التي او السوشيال ميديا، ده بيساعدهم في تحقيق الانتشار المطلوب. وفي حاجة كده ما اعتقدش ان هي من باب الصدفة ابدا، هي حاجة خبيثة مدفونة كده بس صايعة بصراحة، عجبتني. ان هم عارفين ان الوقت ده تحديدا وقت المتخصصين في التسويق اللي زي حالاتي بيدوروا على اعلانات رمضان عشان يتكلموا عنها ويحللوها، وده بيحقق انتشار اوسع. يعني دي حاجة مش من باب الصدفة، ودي حاجة كانوا عاملين حسابهم عليها وكانوا عايزينها تحصل وحصلت بالفعل. قولولي انتوا ايه رأيكم في الاعلان؟